ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هعمل معاكم النهاردة هخلي الفراخ دي وهوريكم هنفرزها ازاي. جبت الفرختين وغسلتهم كويس جدا ونقعتهم في ليمون وخل. هبدأ بقى ان انا اخلي الفراخ واقطعها معاكم. اول حاجة هنقوم نقطع الوركين بالطريقة دي. تمام كده، وهفصل كل ورك لوحده وهسيبه على جنب بالظبط كده. وبعدين هاجي في الصدر بتاعنا هشيل الجلد اللي على الصدر ده كله، نشيله بايدينا كده عادي، ولو ما تشدش هنشيله بالسكينة عادي. تمام كده. هنيجي بقى عند الصدر، نقوم قاطعين الصدر من فوق من عند الكتف من عند الجناح كده زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. هفضل اخلي اللحم عن العظم بالسكينة زي ما انتوا شايفين. همشي بالسكينة كده واخلي اللحم عن العظم، وهاجي الناحية التانية بنفس الطريقة. هقطع من عند الجناح واخلي بالسكينة زي ما انتوا شايفين كده. اخلي بالسكينة لحد ما الجزء اللي فوق ده كله يطلع معايا بعيد عن العظم زي ما انتوا شايفين كده. اتفصل اللحم عن العظم الجزء اللي فوق. هبدأ بقى ان انا امسكه كده بايديا واشده، هيطلع معايا بمنتهى السهولة زي ما انتوا شايفين اهو. اشده طلع معايا سهل جدا بالطريقة دي. فصلت الصدر كله عن الهيكل بقى عندنا الجناحين والصدر. هعمل معاكم الفرخة التانية. الهيكل اهو بقى عبارة عن جناح فقط. هعمل بقى الفرخة التانية مع بعض برضو علشان تشوفوها كويس. هفصل الوركين بنفس الطريقة كده. بقى عندنا نقدر نعمل بانيه وفراخ مشوية من الفراخ دي، بدل ما نشتري البانيه كده عملناه في البيت. خليت الفرخة وهنعمل البانيه لان كل العيال طبعا بيحبوه كده. فصلت الوركين وهعمل الصدر بنفس الطريقة. هشيل الجلد كله. تمام كده. هنيجي برضو الصدر من عند الجناح، نقوم شايلينها كده ونمشي بالسكينة نخلي اللحمة عن العظم بنفس الطريقة كده. هيطلع معاكم بمنتهى السهولة يا جماعة. والعظمة اللي بتبقى فوق دي نحاول ان احنا نكسرها. نيجي بقى الناحية التانية، هنقطع برضو الصدر من عند الجناح وهنمشي بالسكينة نخلي اللحمة عن العظم
انا بحاول اكسر العظمة اللي بتبقى فوق دي، بتبقى عظمة رفيعة وضعيفة جدا، لو خبطتي خبطتين بالسكينة هتتقطع معاكي عادي جدا. تمام. خلية الصدر زي ما انتوا شايفين من فوق من الناحيتين. كده اللحم طلع معانا اهوت من الناحيتين. همسك بقى الصدر بايدي بالطريقة دي وهشده، هيطلع معايا بمنتهى السهولة زي ما انتوا شايفين اهو. تمام كده. الحتتين دول برضو هنشيلهم. تمام كده. وبقى معانا الهيكل اهو، مفيهوش اي حاجة غير الجناحين والرقبة. هبدأ بقى ان انا اقطع معاكم الصدر علشان نتبله للبانيه. طبعا بتقطعيه زي ما انت عايزة، ممكن تستخدميه للستريبس، هتقطعيه شرايح طويلة لو عايزاه للستريبس، انما انا هعمله للبانيه. بالطريقة دي. عايزاها بقى شرايح سميكة شوية ماشي، عايزاها رفيعة حاجة ترجعلك. السمك كده حلو قوي. تمام كده. اعمل بقى الصدر شرايح بنفس الطريقة. لو عملتيها شرايح سميكة ممكن تدقيها بالشاكوش بتاع البفتيك، مفيش مشكلة، هيبقى سهل جدا ان هو يتبل كويس لما تقطعيها بالطريقة دي. تمام. هخلص بقى الصدرين اللي معايا لسه وهرجع لكم تاني. هنا بقى هنعمل التتبيلة مع بعض. جبت بصل زي ما انتوا شايفين كده وطماطمايه وليمون. طبعا لو عايزين تعملوه في الكبة ماشي ممكن، لو عايزين تعملوه في الخلاط مفيش اي مشكلة، بس انا هعمله كله على ايدي دلوقتي. هقطع البصل شرايح زي ما انتوا شايفين كده، هقطعه كله شرايح وهقطع الطماطمية دي كمان معاه. لو عايزين تكتروا الطماطم عن كده ماشي، ممكن تستخدموا كمان المستردة في تتبيلة الفراخ المشوية، بتبقى حلوة جدا. دلوقتي انا قطعت البصل اهو، حطيت معلقتين فلفل اسود. تمام كده. ومعلقتين من الملح. انا هعمل تتبيلة الفراخ المشوية والبانيه مع بعض وبعدين هقسمهم. تمام. حطيت الملح مع الفلفل الاسود على البصل، وهبدأ ان انا ادعكهم كده بايدي علشان البصل ينزل ميته مع الملح والفلفل. تمام كده. وهقطع بقى الطماطمايه وبرضو هدعكها مع شرايح البصل.
ممكن تحطها مبشورة، ممكن تبشروا الطماطمايه. تمام. هبدأ بقى ان انا احط التوابل بتاعتي، التوابل اللي انتوا تحبوها والمتاحة عندكم يا جماعة. مش شرط ان انتوا تحطوا توابل كتير، ممكن تحطوا الملح والفلفل الاسود بس من غير اي حاجة، برضو هتتبل، لان التتبيلة بتعتمد على البصل. مية البصل هي اللي بتخلي اللحم معايا كويس. انا حطيت دلوقتي معلقة بابريكا، معلقة قرفة، وتوابل الفراخ المشوية حطيتها في الاول، وهنا السبع بهارات او كوبيبة صيني. بودرة ثوم وبودرة بصل وكزبرة ناشفة. هنقلب كل التوابل مع بعض. هنا نص كوباية من الخل، علشان انا عاملاهم للاتنين، اللي وراك والبانيه. دي كوباية زبادي. هقلب بقى كله مع بعضه. تمام كده. نسيت الكركم، هجيب الكركم، نحط معلقة كبيرة كده ونقلب. تمام كده. هقسم التتبيلة دي، هاخد جزء للبانيه. تمام كده. وهاخد شرايح البانيه بتاعتي واغلفها كلها بالتتبيله. تمام. همسك شريحه شريحه كده واتاكد ان هي اتغلفت بالتتبيله كلها. بالطريقه دي. هجيب بقى ليمونتين واعصرهم على البانيه بالطريقه دي. تمام كده. واقلب البانيه بتاعنا. اتاكد ان الكل شريحة متغلفة بالتوابل كلها. تمام كده. هسيبها على جنب واروح اخد الجزء التاني من التوابل واحط الوراك بتاعتي. هجيب برضو ورك ورك واغلفه بالتوابل بالطريقة دي. تمام كده. وبرضو هجيب ليمون واعصره عليه. تمام. انا بحاول ان انا ادخل التتبيلة في كل حتة من الورك. واعصر عليه الليمون وهقلبه برضو. هسيبهم بقى في التتبيلة لمدة ساعة او ساعتين قبل ما اعينه في الفريزر بالطريقة دي، عشان يتشرب التوابل قبل ما يتحط في الفريزر بتاعنا. لازم نسيبه برا التلاجة لمدة ساعة او ساعتين قبل ما نحطه. ده بقى الجزئين اللي بيبقوا في الصدر من قدام.
ما ينفعش يتعملوا بانيه، ممكن يتعملوا استريبس. انا بقى قطعتهم وعملتهم شاورما، عملتهم كده شاورما سريعة على الفطار، الولاد يفطروا بيهم. بوريها لكم بس علشان اوريكم ان مفيش حاجة بتترمي ولا بتتهدر، كل حاجة لها استخدامها. دي البانيه، ودوت اللي وراك، ودي الهياكل بتاعتنا بنعينها برضو في الفريزر، بتنفع في وقت زنقة. وديت الشاورما، كله بقى جاهز دلوقتي زي ما انتوا شايفين. من فرختين عملنا عظمة، حطيتهم في الكيس زي ما انتوا شايفين اهو، وادخلهم الفريزر وبقوا جاهزين على الاستخدام. وبألف هنا وشفا، وكل سنة وانتوا طيبين.